اجمد طاجن مسقعه بلدي مصري، مش هتبطلوا اكل منه وهتاكلوا صوابعكم وراه، بس على طريقتي. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. هجيب كيلو من البتنجان، ولازم نكون بنعرف ننقي البتنجان كويس اللي طعمه حلو مش مر، وكمان من غير بذر. البتنجان لازم يكون بيلمع من بره زي ده كده بالظبط، وكمان من الناحيه التانية من العنقود هتلاقوا فيه علامه، جيبوا العلامه اللي فيها بالعرض، لكن لو لقيتوها مدوره اوعوا تجيبوها، مش هتبقى حلوه خالص. وكمان لازم تكون خفيفه، لانها لو تقيله اعرفوا كده انها جواها بذور كتير. قطعوا البتنجان بالشكل اللي تحبوه، بس انصحكم ما تشيلوش القشره منه كلها، ممكن تقشروا واحده واحده، وممكن تقطعوها زي ما هقطعها معاكم كده بالظبط. انا مش هشيل القشره خالص، وهقطعه بالطول، وبعد كده هقطعه مكعبات متوسطه لكبيره، بس ما تكونش صغيره عشان ما تنشفش معانا. بصوا عشان العلامه بالعرض والقشره بتلمع، البتنجان من جوه عامل ازاي ناصع البياض، وكمان ما فيهوش بذريه. هحط بقى البتنجان كله اللي قطعته في طبق، وهحط عليهم رشه من الملح بما يعادل معلقه كبيره، وعصره نص ليمونه، ودول بيعملوا عنهم بيتخلصوا من الميه الزياده اللي في البتنجان، وبكده مش هيشرب زيت. احنا كمان كنا عاملين طريقه تانية للبتنجان في فيديو قبل كده عشان البتنجان ما يشربش زيت، حطيناه في دقيق قبل القلي، بس تعالوا نجرب الطريقه دي كمان وهقول لكم رايي. هقلبهم بقى مع بعض واحطهم في مصفى يتصفى ميتهم عقبال ما احضر الصلصه، وعلى نار متوسطه هحط طاسه وفيها شويه من الزيت، وهقطع بصلايه جوليان او ترانشات، وهتبقى رفيعه كده بالظبط، وهحطهم فيها وهقعد اقلب لحد ما تدبل وتصفر. وبعد كده هقطع حوالي 10 فصوص من الثوم، قطعوه زي ما تحبوا، بس انا فرمته بالسكينه، وهحطهم بقى على البصل وهقلبهم لحد ما ريحه الثوم تطلع. انا في المرحله دي ممكن احط معلقتين كبار من الخل، بس انا مش بحب احط الخل في المسقعه. انا بعمل وصفه بتنجان بالخل والثوم جنب المسقعه، بتبقى رهيبه، عاملاها لكم في فيديو منفصل ان شاء الله هنزله لكم. هقطع 2 حبه من الطماطم قطع صغيره، واحطهم على البصل والثوم، وهتبلهم بمعلقه ملح كبيره ورشه من الفلفل الاسود. واول ما الطماطم تدبل وتطرى وتنشف ميتها، هحط لتر من الطماطم مضروبه في الخلاط، حوالي 4 طماطميات مضروبين بنص كوبايه ميه، واحطهم وعليهم معلقه سكر كبيره، وهغطي واوطي واسيبها تتسبك على نار هاديه. هاجي بقى للبتنجان، دي الميه اللي نزلت منه، الصراحه الملح والليمون نزل منه ميه كتير. هجيب مناديل او فوطه مطبخ نظيفه وانشف بيها كل البتنجان بتاعنا، وهجيب طاسه سخنه على نار عاليه وفيها زيت بكميه كويسه، وهختبر الزيت بقطع صغيره من البتنجان، واول ما يبقى سخن وجاهز هنزل بالبتنجان، بس مش كل الكميه، على قد الطاسه بس. واول ما ياخد لون حلو قوي كده هطلعه واصفيه في مصفى، وهخلص كل كميه البتنجان بنفس الطريقه. وبعد كده هجيب فلفلتين رومي اخضر متقطعه قطع متوسطه، وفلفل حار اخضر واحمر، وهقليهم في الزيت السخن لحد ما الفلفل لونه يغير. بس خلي بالكم عشان الفلفل بيفضل يفرقع في الزيت، ابقوا خرموا الفلفل الحار بالسكينه. بعد كده هصفيه وهسيبه على جنب. لو تلاحظوا ان مستوى الزيت مقلش خالص في القلي، بصوا بقى البتنجان مش شارب زيت خالص، وده بيدل على ان الملح والليمون اللي احنا حطيناهم فعلا طريقه ناجحه لعدم شرب البتنجان للزيت. بس الحاجه الوحيده اللي تخليني افضل طريقه الدقيق على طريقه الليمون، هو ان الدقيق بيخلي البتنجان يحتفظ بشكله وحجمه كمان، يعني مش بيخليه يقل في الحجم ويكش كده، بس الاتنين بجد ما شربوش كميه الزيت من الطاسه نهائي. هنيجي بقى للصلصه، واول ما تتسبك بحط عليها البتنجان والفلفل المقليين، وهقلبهم مع الصلصه كويس جدا، وهحط عليهم نص معلقه كبيره من الكمون. ولما بحط الكمون في الاخر كده المسقعه بتحتفظ بطعم الكمون وبتبقى طعمها رهيب. هقلبهم بقى مع بعض واسيبهم على جنب، واجيب طاجن حلو زي ده واحط فيها المسقعه الرهيبه دي، وهسويه وامسح اطرافه عشان ما يتحرقش معانا في الفرن، وادخله على فرن مسبق التسخين على درجه حراره 200، الرف اللي تحت لمده نص ساعه، هيطلع بالجمال ده. شوفولي بقى احلى واطعم وافخم طاجن مسقعه هتاكلوه في حياتكم كلها. والطاجن في الفرن انا حطيت عيش بلدي وخليته يتحمص، كلوا بيه بقى المسقعه، سامعين القرمشه؟ خدوا بقى لقمة ورا لقمة ورا لقمة، مش هتقدروا توقفوا منه اكل خالص، والطعم خيالي في حتة تانية خالص. بصوا بقى اللي بيحب البتنجان هيعشق المسقعة بالطريقة دي، واللي مش بيحب البتنجان ولا بيحب المسقعة جربوها وهتدمنوها، مش هتحبوها بس، كل اللي كلها اتوهم من الطعم، وبالذات ان احنا حطيناه في طاجن فخاري زي ده اداله طعم احلى من طعمها كمان. هقدمها في طبق بس مش هزينها لان هي مش محتاجة تزيين، الشكل لوحده بس بيتكلم.
ما تنسيش بقى تاكلوا معاها الفلفل الحار، بتوديها في حتة تانية خالص. وبألف هنا. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفة ما تنسونيش. انا منى الموان، وباي باي.